السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد والكرة مع الكويرة. واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وادعم أخوك الأهلاوي الستاوي. في بداية الفيديو حابب نصلي على النبي ونزيد النبي كمان صلاة وندعي لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة وندعي لشهدائنا في فلسطين. عاجل ورسميا نقل قناة الام بي سي مصر حقوق مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، والاستوديو التحليلي هيبقى من أرضية الملعب، واللي هيقدمه الاستاذ ابراهيم فايق. وهو بقول لك هو كده على لسانه قال لك اول الحاضرين الكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا اللي طلع كتب على صفحته الشخصيه كده معالي المستشار تركي آل الشيخ، قال لك بنديها لجمهور النادي الاهلي وجمهورنا كلنا والنادي الاهلي. كده عرفنا ان ايه الام بي سي مصر هتنقل حقوق مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في امريكا 2025. النهارده كانت ليله ولا كل ليله من دوري الابطال. دوري ابطال اوروبا ملحق دور ال 16 نار يا حبيبي نار. عندك المتأهلين في نورد وبايرن ميونخ وبنفيكا وكلوب بروج البلجيكي، وانا بتوقع الليله ده هيبقى باريس وبروسيا دورتموند واليوفنتوس، وان شاء الله حبيبكم وحبيبي مانشستر سيتي. طبعا كلنا شفنا النهارده سيلتيك الاسكتلندي بصراحه عمل ماتش النهارده في المانيا ضد بايرن ميونخ، لدرجه ان هو كان كسبان 1-0. طبعا النتيجه الاولانيه بتاعت الماتش الاولاني كانت في اسكتلندا 2-1 لبايرن ميونخ. بنتيجه 1-0 دي كانوا يلعبوا وقت اضافي وضربات جزاء، بس بايرن ميونخ الحكم حسب 4 دقايق. شوف بايرن ميونخ بمين؟ بمانويل نوير وديفيدز وكاميتش وجمال موسيالا ولوروا صانيه واولسيه وهاري كين. كل دول كانوا هيروحوا النهارده. اقسم بالله كانوا هيروحوا في الدقيقه 93 و20 ثانيه. كوره جايه جون في سيلتيك بالعافيه، يتعادلوا 1-1 بايرن ميونخ على ملعبه وفي وسط جماهيره، عشان تكون النتيجه بتاعت الماتشين 3-2 وتاهل بايرن ميونخ. النهارده شفنا برضو الميلان على ملعبه متقدم 1-0 في الثانيه 40. في الثانيه 40 تيو هرلانديز يعني يعمل خطأين. انت لاعب كبير، انت لاعب كبير، ازاي تعمل خطأين كده؟ الخطأ الاولاني انت بتشد لاعب من الفانيلا واخده معاك ليه؟ ما تسيبه يا عم هو يشدك، انت بتشده ليه؟ خدت انذار في الشوط الاولاني، نزلت الشوط الثاني وانت كسبان 1-0 في الدقيقه 56 ولا 57. رقصت المدافع جوه ال 18، بترمي نفسك ليه؟ الحكم بصراحه الحكم البولندي اعلى حكم في العالم، انا بحسبه اتسرع فيها بما يرضي الله، ما فيهاش ظلم ولا فيها اي حاجه. انت رميت نفسك على طول، طلع لك الانذار الثاني والطرد. يا باشا القانون قانون، خليها تحصل عندنا هنا كده مش هيحصل اي حاجه ولا يديله اي حاجه. واتطردت وسبت فرقتك بتلعب ناقصه. جه في نورد الهولندي عمل تغيير المهاجم في الدقيقه 60، في الدقيقه 72 كان جاب الهدف التعادل 1-1. طبعا الماتش الاولاني كان خلصان 1-0 في هولندا في نورد الهولندي بنتيجه 1-1، دي تأهل بنتيجه مجموع الماتشين 2-1. كلوب بروج البلجيكي عامل ملحمه النهارده مع اتلانتا في ايطاليا. الماتش الاولاني كان خلصان 2-1 لكلوب بروج في بلجيكا. النهارده يسكت؟ لا، ده 3-0 واتلانتا جاب الجون في الاخر بقى 3-1 والماتش خلص. مجموع الماتشين 5-2. وموناكو وبنفيكا ده اللي كان ماتش نار يا حبيبي نار. الماتش الاولاني خلصان 1-0 البنفيكا في فرنسا. الماتش بتاع النهارده خلصان 3-3. 3-3 يا جدعان، كان ماتش نار النار النار. وكده موناكو يتأهل بفوزه بنتيجة كده بنفيكا تتأهل بفوزها بنتيجة مجموع الماتشين 4-3. نار يا حبيبي نار، قسما بالله النهارده نار. وعندنا الليلة الجاية بقى ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو. انا نفسي بقى ريال مدريد يقفل السقف عشان نستفرد بيهم النهارده ان شاء الله. ان شاء الله السيتي هيتأهل النهارده. انا حاسس كده ان السيتي هيعمل ملحمه النهارده في ملعب ريال مدريد النهارده. وعندنا بروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونه في المانيا. طبعا بروسيا دورتموند كان كسبان الماتش الاولاني 3-0 ضمن التاهل. اليوفنتوس هيلعب ايندهوفن النهارده في المانيا.
لا 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 يا ربي، هيلعبوا في هولندا. والماتش الاولاني خلصان في ايطاليا 2-1 لليوفنتوس. الماتش ده يعني بس انا متوقع اليوفنتوس يتأهل، وبروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، وعندنا باريس وبريست الاثنين فرنسيين. والماتش الاولاني كان خلصان 3-0 لباريس، هيخلص برضو النهارده برضو 3-4 برضو، وهيتأهلوا معانا ان شاء الله. السيتي هيتأهل النهارده لدور ال 16، وافتكر ان انا قلت لك الكلام ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.